السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. طبعا بعد ما شفنا الفيديو بتاع الوش بتاع التاتش، وقلنا هنعمل الفيديو بتاع القعده الكهرباء. طبعا الشغل ده احنا عملناه، ما عملناهوش في يوم واحد، لان الكلام ده طبعا بيحتاج شغل، وبيبقى محتاج شغل بمزاج وشغل بالراحه، عشان دي حاجات غاليه فلازم تبقى مهتم بيها قوي. طبعا القعده دي قعده كهرباء، هنمشي بيها خطوه خطوه ونقول ايه الفكره بتاعتها. اول حاجه التاسيس بتاعها، عشان ناسسها على خزان دفء، هي ملهاش خزان معين تركب على اي خزان. خزان بقى جبريت، خزان جروي، خزان سمارت، زي ما يكون. اللي بيفرق عنها في التاسيس هو نفس الارتفاع وهو كل حاجه. بيفرق معانا اللي انت بتخلي التغذيه بتاعتها من جوه. التغذيه بتاعتها بتبقى من داخل القعده، بنجيبها تحت نص المسمار اللي هو على الشمال، وبتبقى ماشيه مع مستوى الصرف من فوق. دي التغذيه، لان الناحيه ما نجيبهاش للمين، عشان في اليمين هنجيب مخرج الكهرباء اللي هو السلك ده. يبقى انت على الشمال هتعمل التغذيه بتاعت التواليت، ومن على اليمين الكهرباء. ده بالنسبه للتغذيه. بنجيب بقى خرطوم كهرباء. طبعا الكلام ده مش احنا اللي بنعمله، احنا بنقول ايه اللي بيتعمل. احنا للاسف ما عملناش فيديو في التاسيس، بس ان شاء الله الايام الجايه دي في واحد هيتاسس معانا وهنبقى نشرح التاسيس بتاعه. بيجيب معاك خرطوم الكهرباء. طبعا زي ما انا ما قلت، اهم حاجه ان اللي بيبقى في الموقع ده اللي مسؤول عنه، طبعا المهندس اللي مسؤول عن المكان، هو اللي بيبقى عامل مهتم بالحاجات دي بالتفاصيل وبالدقه بتاعتها، عشان في التشطيب ما تحصلش مشكله. طبعا احنا شغالين طبعا زي ما قلنا في الفيديو بتاع الوش، اشراف المهندس رامي جويفه. وهنا المخرج بتاع الكهرباء بيبقى مخرج من على اليمين. بيجي مخرج الكهرباء معانا هنا، بتجيب سلك اللي هو 3 طرف. ليه 3 طرف؟ زي فكره الشاكوزي كده، بيبقى معانا ارضي وكهرباء وارث. ارضي وكهرباء وارث. ارث عشان لو في لا قدر الله ميه جت على السلوك ولا حاجه ما تكهربش حد او تعمل كهرباء او الكلام ده. نفس فكره الجاكوزي بالظبط. ده كده بالنسبه للكهرباء. طبعا انت بتجيب الكهرباء بتاعتها وبتوصلها. القاعده هنا جاي معاها حاجه اسمها زي نظام فكره الروزيتا، اللي هي دي كده. دي زي نظام فكره روزيتا، سالب وموجب، وزي ما احنا شايفين الكلام ده. هو المهندس رامي هنا لغاها، يعني دي لما بتيجي تتثبت لا تتثبت تحت القاعده، يعني لو تتلزق في القاعده يا تتلزق تحت القاعده يا اما تلزق. هو لغى الكلام ده كله وخلى السلك بتاعها مباشر، لان لقى منها يعني هو عايز كده. ممكن ده حد يركبها تاني زي ما هي جايه، بس هو حب يعمل الموضوع ده اللي هو خلى السلك دريك يبقى سلك واحد، مفيش لحام ولا اي حاجه. ده بالنسبه للكهرباء. هنا كده التاسيس التركيب بقى بتاع القاعده، تركب القاعده اكنك بتركب قاعده عاديه عادي. القاعده دي طبعا في منها ممكن يبقى دروفيت، ممكن يبقى في نوع تاني. احنا اللي معانا دي دروفيت. ممكن التاسيس بتاعها زي ما قلت تاسيس عادي خالص، التشطيب قصدي في التركيب بتاعها اكنك بتركب قاعده عاديه خالص. نفس القاعده اللي هي اللي ليها مسامير من تحت، نفس الفكره. بتظبط المخارج بتاعه الصرف وبتاعه المسامير وكل حاجه. بيبقى جاي بقى الكوع اللي هو النحاس ده جاي معاها بالوصله دي. ده كده جاي مع القاعده نفسه. ادي الكوع اللي هو النحاس ده بالوصله دي جاي بالكلام ده، وده جاي معايا محبس، لان ده هنشوف الكلام ده بيركب فين. انا زي ما انا شايف هنا ان القاعده ما فيهاش ولا مخرج شطافه ولا اي حاجه. هنشوف دلوقتي الشطافه بتاعتها بتطلع منين والكلام ده. فده هنا كده بيدخل معايا. ده بقى ادي مخرج وادي مخرج. ادي مخرج الميه وادي مخرج الكهرباء. عندي مخرج الميه ده بيخش جوه القاعده وبيطلع معايا من هنا، بيطلع من المخرج ده. ومخرج الكهرباء بيطلع نفس الكلام من هنا. وبتروح مركب القاعده بتاعتك عادي وتجربها، ونشوف بقى الخطوه اللي بعد منها. كده احنا ظابطين الصرف وظابطين المخرج الميه وظابطين المسامير وجمعنا الميه وجربناها، وخدنا طبعا فتاح قبل ما نركب المحبس ده، نظفنا مخرج الميه ووصلنا الكهرباء وكله وصل. هنشوف بقى الخطوه الثانيه اللي احنا هنركب فيها القاعده، نعلقها ونطلع المخرجين دول. خلاص اهي ثبتنا القاعده زي ما احنا ما بتثبت اي قاعده عاديه خالص. الموضوع ما فيهوش اختلاف خالص. وادي مخرج الميه وادي مخرج الكهرباء اللي احنا قلنا عليها. هنجرب بقى القاعده. طبعا اهو تاتشر من بعيد.
ولا الهوا، الحمد لله رب العالمين. وادي ده المحبس اللي انا قلت عليه اللي هو بتاع الشطافه برضك بالمره. بص اللوك بتاعه عامل زي القلب السيراميك كده، اللي هو القلب العادي او المحبس الطلبه بتاع الشريف، مش يعني ايه، مش لفه كامله، هو زي تكه واحده اللي انت بتفتح كده اهو. هنجرب الميه اهو، ده مخرج الميه اهو، نفس الفكره بتاعت زي القلب السيراميك، يعني احنا شبهناه مثلا بالقلب السيراميك او القلب اللي هو التكه واحده. هنجرب القعده تاني برضك نطمن عليها. طبعا انا في الفيديو بتاع الزرار كنا عشان كان في الفريم ده، فكان ساعات ايه ممكن عشان بس دي لسه هنشيله بس لما نسلم بقى. فانت عندك هنا الزرار الوش شغال معاك ممكن من بعيد، مش شرط اللي انت تدوس عليه اهو، زي شعاع الليزر، زي الخلاط ده كده. بص زي خلاط الليزر بالظبط، عشان يبقى هنا كده بليزر وهنا نفس، بص الاثنين مع بعض اهو وعشان الاثنين يفصلوا. دلوقتي بقى هنركب معانا، ربنا يبارك يا رب ما شاء الله، يعني ربنا يبارك. دلوقتي هنركب بقى الكفر اللي هو فيه الشغل كله. احنا كده وصلنا للكفر، هنشوف بقى الكفر ده بيعمل ايه والشطافه وبتاع، يعني هنمشي خطوه خطوه. خلينا نجيب بقى الكفر ده كده. هنا الكفر اهو، الكفر ده كده جاي معاك قطعه اللي انا بربطها دي بتثبت في القاعده. هنا الكفر ده ان هو بيبات في المجرتين دول، في المجرتين دول بتروح زقه لمين ليه زي المشقبيه دي، بعد اذنك كده في المشقبيه دي اهي، الكفر بيدخل جوه منها بيبقى خلاص كده تمام. هنا بقى دي روزيتا، الكهرباء دي بتتوصل هنا في الكفر. الروزيتا دي يا جماعه مترقمه، يعني فيها سالب فيها موجب فيها 1 و2 عشان الارضي والكهرباء والارث اللي احنا قلنا عليها، لو توصلت غلط ممكن تعمل قفله. دي يفضل واحنا شغالين يا حاجه من الاثنين، يبقى معانا الكهربائي موجود ويركبها، يا اما يبقى واقف معاك مثلا زي ما احنا تعبين الباشمهندس رامي معانا واقف معانا برضك عشان ما فيش حاجه تتلخبط والكلام ده، يا اما وانت بتجمعها تبقى عارف انت بتعمل ايه عشان ما تجمعش حاجه غلط. ادي هنا دي روزيتا، ده ادي مخرج الكهرباء ومخرج التغذيه هنا الناحيه الثانيه على الشمال، عشان لما تفتكروا ان احنا في اول الفيديو قلنا مخرج القاعده لازم يبقى على المسمار اللي على الشمال، عشان المخرج بتاع الكفر جاي على الشمال، عشان ما نجيبوش على اليمين ونقعد نلف من تحت ومن فوق ونخش في دايره مقفوله كده، يبقى احنا شغالين صح. هتروح موصل الميه بتاعتك هنا كده عادي. وتفتح برضك المحبس، عشان كده هم عاملين لك المحبس ده، هتروح فاتح المحبس وتطمن ان مفيش حاجه. هتروح بقى نازل كده سنه سنه، انزل كده معايا، انزل سنه سنه، انزل. خلاص احنا ركبنا القاعده اهو، وده الريموت بتاعها. طبعا الريموت ده بيتعلق، يعني الريموت ده بيطلع كده، ممكن بتمسكه في ايدك وانت قاعد على القاعده، ممكن بقى نعلقه هنا نعلقه هنا زي ما يتعلق براحتك، وهو فيه زي مغناطيس كده اهو، بص بيربط فيه على طول عشان ما يقعش. هنا كده القاعده خلاص كده وصل لها الكهرباء مع برضك الزرار التاتش مع كل حاجه. هنا في الجنب في الزرار الاحمر ده الستوب اللي هو بيوقف اي حاجه. هنا الزرار ده لو هنطلع اللي يقفل السديري، وده لو انا هطلع السديري والغطا، وده لو انا هطلع حاجه واحده. هنجرب حاجه واحده كده اهو. اول واحده ده طلع معايا اهو، لا اوعى ايدك يا عبد الله. لو انا عايز اطلع الاثنين اهو هنا كده، لو عايز اقفل بدوس على ده بيقفل معايا. يبقى انا عندي اول واحد ده، لو انا داخل عايز استخدم القاعده بروح رافع اول سديري. لازم القاعده عشان تشتغل الشطافه والسخان بتاع السديري، يعني القاعده دي ميزتها ان انا عندي السديري ده ممكن بيسخن معايا، يعني في درجه حراره هنا هنشوفها بتسخن لو الدنيا مثلا شتاء والدنيا ساقعه والكلام ده. والسديري نفسه الكفر فيه سخان بيطلع لي الميه سخنه، يعني هو في سخان بيطلع الميه سخنه. زي ما احنا قلنا لازم الزرار الازرق ده هنا عامله لنا عشان القعده ما تستخدمش الا لو حد قاعد على التواليت. حط ايدك كده يا عبد الله اكن حد قاعد. وهنا كده الشطافه، لو انا عايز اطلع الشطافه انا عندي هنا ليها كذا اوبشن معايا. عندي الاوبشن مثلا ده، حط ايدك يا عبد الله كده كده. بص الشطافه بتطلع منين، زي لو انتوا فاكرين ان انا قلت الشطافه ادي دي ميه،
هنا في بقى ده درجه، ده الترمومتر، ده درجه حراره. هنا ده السخونيه، ده لو انا عايز ازود تبقى ميه سخنه او ابرد شويه او وسط زي ما يكون. عندي علامه السليري دي، في علامه سليري اهي، ده درجه الحراره بتاعت السليري. عايز السليري يبقى سخن من نفس الترمومتر برضك. عندي دي هنا برضك، في دي مروحه اهي نفس الكلام. عندي هنا ده اوبشن تاني للشطافه، نبص عليها كده من فوق، انا هدوس عليها اهو. بص الشطافه بتعمل ايه؟ بتطلع وتنزل. عندي الاوبشن الثالث بتاعها اللي انا هدوس عليه، بص بقى تعمل ايه؟ هتفصل، هتدخل جوه، لان هتطلع الشطافه وهيبقى مصدر الميه طالع بمخرج غير المخرج. اهي بص بص، الاول كانت طالعه هي فيها زي فتحتين، كانت الاول طالعه من الفتحه الثانيه. ده اوبشن ثاني. الاوبشن الاخير اللي انا عندي ده، بص هنا كده، يعني بص على الشطافه، عايز ادخلها قدام اطلعها ورا تظبطها، يعني اهو قاعده كهرباء بقى كده. بقى انا عايز افصل خالص، اروح دايس ستوب، كل حاجه بترجع زي ما كانت. شيلك يا عبد الله، شيلك خلاص. هقفل القعده، لو انت عايز تقفلها ولا حاجه هتروح قافلها من هنا. دي طبعا القعده الكهرباء اللي ركبناها مع المهندس رامي غويبه، واللي طلع عينينا فيها عشان اول مره نركبها. لو انتوا فاكرين لما انا في الفيديو الاولاني بتاع الوش قلت الحاجات دي كان محمد شعراوي ممكن ما تقعش قدامنا كتير، ما شاء الله ربنا يبارك لصاحب المكان، يعني طبعا حاجه تشرف. ده هنا كده معانا حاجه تانيه برضه، ادي زرار التاتش قبل ما نختم الفيديو. وعندي هنا خلاط شعاع ليزر، ما شاء الله الحمام كله تاتش في تاتش. خليكم فاكرين الحمام ده كويس عشان مش هيقابلنا كتير. محمد شعراوي مع المهندس رامي في الإيست تاون في الشيخ زايد، والسلام عليكم.